في عالم بيسيطر عليه نظام الرأسمالية، الشركات الضخمة مش بتشوف قدامها غير الفلوس، مكاسب بالمليارات حتى لو التمن هو صحة الناس أو تدمير البيئة. التاريخ مليان أمثلة لشركات باعت منتجاتها وهي عارفة إنها بتمرض وتقتل البشر، لكن الجشع كان أقوى من أي ضمير. والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أخطر وأشهر الشركات دي، شركة ربط اسمها بسموم دخلت أجسامنا من غير ما نحس. دي مش مجرد قصة عن منتج سام، دي قصة عن جشع بلا حدود. ازاي شركة قدرت تسمم أجيال كاملة وتفلت من العقاب سنين طويلة. دو بونت مش مجرد مصنع كيماويات، دي شركة من أقدم وأقوى الشركات في تاريخ أمريكا. تأسست سنة 1802 كشركة لصناعة البارود، وبعدها توسعت في الصناعات الكيماوية واخترعوا منتجات كل بيت أمريكي تقريبا استخدمها: النايلون والليكرا والفريون. وكانت دايما بتتباهى بانها بتخلي الحياة افضل من خلال العلم، لكن الحقيقة طلعت عكس كده تماما. سنة 1938 الشركة اخترعت مادة اسمها سي 8. المادة دي كانت جزء اساسي من تصنيع منتج جديد الناس ما كانتش شافته قبل كده: الطاسة اللي الاكل ما بيلزقش فيها. الناس حبتها وبقت موجودة في كل بيت تقريبا، لكن اللي محدش كان يعرفه ان المادة دي مش طبيعية ومش بتتفكك ابدا وبتفضل موجودة في جسم الانسان طول العمر. مادة سي 8 واسمها العلمي BFOA هي مركب كيميائي صناعي ما كانش له اي وجود في الطبيعة. استخدمتها الشركة في الأربعينيات وكانت أساسية في تصنيع الطاسات وأواني الطبخ اللي الأكل ما بيلزقش فيها، وعلب الأكل اللي بتستحمل الحرارة، وبعض أنواع الملابس المقاومة للمية، وحتى مواد التعبئة والتغليف زي أكياس الفشار اللي بتتحط في الميكرويف. سي 8 بتنتمي لعيلة كبيرة من المواد الكيماوية، العلماء بيسموها دلوقتي المواد الكيميائية الأبدية، لأنها مش بتتفكك لا في جسم الإنسان ولا في الطبيعة. في الأربعينيات العلماء كانوا بيدوروا على مادة ما تتأثرش بالحرارة وما تتفاعلش مع الأحماض أو الزيوت وتمنع الالتصاق، فاخترعوا سي 8 وبدأوا يستخدموها في تصنيع طبقة اسمها تيفلون اللي بتغطي بيها أواني الطبخ. سي 8 بتتكون من سلسلة طويلة من ذرات الكربون والفلور، والرابطة بين العنصرين دول قوية جدا لدرجة إنها مش بتتفكك أبدا. يعني لو دخلت جسمك ممكن تفضل فيه 8 سنين أو أكتر وما تطلعش. بتدخل الجسم عن طريق الأكل أو المية وتفضل فيه سنين، تتراكم على الكبد والكلى وتسبب سرطان الكبد والكلى ومشاكل في الخصوبة وضعف مناعة وتشوهات عند الأجنة. في التسعينات فلاح أمريكي اسمه ويلبر لاحظ إن الأبقار في مزرعته بتموت بشكل غريب، أورام وتصرفات غير طبيعية وجلد متآكل. المزرعة كانت جنب مصنع تابع لشركة دو بونت. بدأ يشك إن المية اللي الأبقار بتشربها ملوثة. اشتكى وقالوا له كل حاجة تمام، لكن هو ما استسلمش، صور فيديوهات وجاب عينات من المية وحاول يوصل لأي حد ممكن يسمعه. ويلبر راح لمحامي اسمه روب بيلوت، شغال في مكتب كبير بيدافع اصلا عن شركات الكيماويات، لكن روب كان اتربى في نفس المنطقة اللي فيها المزرعة وكان قلبه لسه متعلق بأهلها. اول ما شاف الفيديوهات وشاف ابقار بتتصرف بجنون وبتنهار ومليانة اورام، اتحرك فيه الضمير، قرر يمشي عكس التيار ويرفع قضية على واحدة من اكبر شركات امريكا. طلب من دو بونت تسلموا كل المستندات الداخلية، وبعد مماطلة المحكمة أجبرتهم. آلاف الصفحات من المستندات القديمة فيها كوارث. الشركة عارفة من التمانينات إن سي 8 بتسبب سرطان وتشوهات ومشاكل في الكبد، وعارفة إنها بتدخل الجسم ومش بتطلع، وعارفة إنها بتتسرب من المصنع للمية اللي الناس بتشربها، بس سكتوا وكملوا إنتاج. روب ما وقفش عند كده، اقنع المحكمة ان الشركة تمول لجنة مستقلة لتحليل دم الاف المواطنين. اللجنة دي اشتغلت لسنين وجمعت عينات من اكتر من 69 الف شخص، والنتائج كانت صادمة: علاقة مباشرة بين سي 8 وسرطان الكلى وسرطان الخصية وامراض الغدة الدرقية وتسمم الكبد وارتفاع ضغط الدم في الحوامل. واحدة من اشهر القضايا كانت لطفل اتولد بتشوهات خلقية في وشه بسبب تعرض امه لسي 8. ستات فقدوا خصوبتهم وناس ماتت بسرطان وهم لسه شباب. دي ما كانتش مجرد مادة مضرة، دي كانت سم بيدخل أجسام الناس يوميا. بعد الفضيحة علماء من جامعات مختلفة عملوا تحاليل لناس من بلاد مختلفة. النتيجة موجودة في دم أكتر من 99% من البشر، في الأطفال وفي الحوامل وفي الحيوانات، حتى في القطب الشمالي. الكوكب كله اتلوث. هروب كمل حرب قانونية استمرت أكتر من 20 سنة. آلاف الناس رفعوا قضايا والشركة دفعت مئات الملايين تعويضات. القصة اتعملت فيلم اسمه دارك ووترز سنة 2019. الفيلم بيحكي تفاصيل اللي حصل ونقل الكارثة دي للرأي العام العالمي. ناس كتير ما كانوش يعرفوا إنهم متسممين لحد ما شافوا الفيلم. النهاردة المادة دي اتمنعت من التصنيع في أمريكا، لكن بعد ما دخلت في دمنا كلنا. في العشرينيات العربيات كانت بتواجه مشكلة اسمها طرق المحرك، صوت فرقعة بيحصل لأن الوقود ما كانش بيتحرق بشكل منتظم. المشكلة دي كانت بتخلي الكفاءة ضعيفة وبتبوظ المواتير. في 1921 كيميائي أمريكي اسمه توماس ميدجلي كان بيشتغل وقتها مع جنرال موتورز، واخترع مادة اسمها رباعي إيثيل الرصاص بيتضاف للوقود علشان يرفع رقم الأوكتان ويمنع الطرق. جنرال موتورز ما كانوش لوحدهم عشان يقدروا ينتجوا المركب الجديد على نطاق صناعي، عملوا شراكة مع دو بونت وستاندر أويل،
والتحالف ده أسس مصانع لإنتاج البنزين المرصص، والمنتج اتسوق تحت اسم تجاري اسمه إيسيل. المشكلة إن من أول يوم كان معروف إن المادة سامة جدا، والعمال اللي اشتغلوا في مصانع رباعي إيسيل الرصاص حصل لهم تسممات خطيرة، وفي حالات ماتوا بالفعل. والصحف وقتها سموا المصنع بيت المجانين بسبب إن العمال كان بيظهر عليهم أعراض عصبية خطيرة من التسمم بالرصاص. وبرغم ده الشركات أصرت تستمر، لأن الإضافة الجديدة كانت بتفتح باب لمليارات الدولارات في مبيعات البنزين. جنرال موتورز ودو بونت وستاندر أويل عملوا حملة ضخمة للترويج إن الوقود الجديد آمن، مع إن الأبحاث العلمية من أول يوم كانت بتقول العكس. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الفيديو بتاع توماس ميدجلي، واللي هسيب لكم الرابط بتاعه في أول تعليق. البنزين المرصص انتشر لأكتر من 70 سنة وسبب كارثة. الرصاص تسبب في 1.1 مليون وفاة سنويا، ومعظمها من أمراض قلبية. في سنة 2019 قدر الباحثون إن 5.5 مليون ماتوا من أمراض قلب، مع خسارة 765 مليون نقطة ذكاء عند الأطفال. لكن حكاية دو بونت ما وقفتش عند البنزين المرصص ولا عند مادة C8. الشركة كانت كمان اللاعب الأساسي ورا انتشار الفريونات، المواد اللي اخترعها برضه توماس ميدجلي في الثلاثينيات كغاز آمن للتبريد بدل الأمونيا والكبريت. دو بونت اتبنت إنتاج الفريون على نطاق عالمي، ودخل في كل تلاجة ومكيف تقريبا. النتيجة إن بعد عقود العلماء اكتشفوا إن مركبات الكلوروفلوروكربون بتوصل للغلاف الجوي وتكسر جزيئات الأوزون. في الثمانينات ظهر ثقب الأوزون فوق القارة القطبية، وده كان ناقوس خطر عالمي. العالم كله اضطر يوقع بروتوكول مونتريال 1987 عشان يوقف إنتاج الفريون تدريجيا. ودو بونت اضطرت تغير منتجاتها بعد ما كانت سببت أزمة بيئية تهدد الحياة على الكوكب كله. من البنزين المرصص وC8 للفريون وثقب الأوزون، كل مرة نكتشف ان ورا الكوارث دي نفس الشركة. دو بونت فضلت الارباح على صحة الناس وعلى الكوكب. والسؤال الحقيقي، كم شركة تانية دلوقتي بتعمل نفس اللي عملته دو بونت واحنا لسه ما اكتشفناش؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.